السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كروكيت البطاطس، حاجة كده حلوة وخطيرة بجد. طعمها حلو وفي نفس الوقت تنفع في كل الوجبات، فطار غدا عشاء، أي حاجة هتختاروها تقدموها معاها هتنفع وتليق معاها جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس في البداية قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا جبت البطاطس بتاعتي وابتديت إن أنا اغسلها كويس جدا وهي بالقشر بتاعتها، وبعد كده هسلقها بالقشر بتاعها. لو انتوا عايزين تقشروها يبقى هنسلقها على حمام بخار، علشان انا مش عايزه كميه ميه توصل لها، وفي نفس الوقت الماده النشويه اللي جواها مش عايزاها تخرج منها. فهنحاول بقى ان احنا يا نسلقها كده زي ما هي بالقشره، يا اما نقشرها ونحطها على مصفى ونسويها على حمام بخار مائي. وبعد كده حطيتها بقى على النار لحد ما تغلي وتبتدي تستوي معايا. هي بتاخد وقت شويه لان انا مش مقطعه البطاطس زي ما هي. طبعا نستخدم بطاطس تكون صغيرة شوية عشان تستوي معاكي بسهولة، ما تاخدش وقت في التسوية. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقشرها وهي سخنة كده شوية، علشان ايه؟ نبتدي نحط التوابل وريحة التوابل بتاعتك تطلع ويبقى ريحتها حلوة. وبعدين بعد ما قشرتها بقى عندي بقى معلقة صغيرة من الثوم البودر. طبعا النسب دي على حسب كمية البطاطس اللي انت هتستخدميها. وبعد كده نص معلقة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا. وبعد كده عندي طبعا مش هننسى الملح بتاعنا. وبعد كده الفلفل الاسود بتاع نص معلقه برضو صغيره من الفلفل الاسود، ما نزودش قوي. وبعد كده عندي بياض بيضه، انا مستخدمتش الصفار، يعني بحس ان الصفار بيبقى الزفاره اللي فيه ما بتبقاش الطف حاجه، فبلاش نحطه جوه البطاطس. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. حطيت البياض بس جوه عشان تبقى البطاطسايه بتاعتك من جوه نافشه كده، يعني تبقى هشه من جوه ما تبقاش مكتومه. البياض هو اللي بيدي الهشاشين اللي جوه ده. وبعد كده عندي بقى شويه من الشبت الاخضر، يعني مش هنزود برضو قوي، هو الشبت بيديله ريحه، طبعا بيدي البطاطس ريحه حلوه قوي، بيليق مع البطاطس جدا. وبعد كده عندي معلقه كبيره من نشا الذره. وبعدين هنقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض، نمكسهم كويس جدا. كده بقت جاهزه عندي. بعد كده عندي بقى طبق، هنحط بس كيس كده ولا اي ستريتش ولا حاجه علشان البطاطس تخرج معايا بسهوله. هنبتدي ان احنا نشكل بطاطس. شايفين هو قوامها حلو جدا، ولا هي فكة معايا ولا هي محتاجة اي حاجة تانية، ومتماسكة وزي الفل بصراحة. ليه بقى؟ لان انا ما سلقتهاش طبعا، وخرجت النشا اللي جواها، ما سلقتهاش من غير تقشير وهي متقشرة، يعني سبتها ايه بقشرتها، فعشان كده ما اخدتش معايا مية، وفي نفس الوقت حافظت على قوامها. ابتديت ان انا اشكلها بقى اصابع كده، ممكن تشكلوها بالشكل اللي انتوا عايزينه، يا كور يا اصابع زي ما انتوا عايزين. بعد كده نيجي للكفر الخارجي. عندي بقى صفار البيضة ممكن نحطه في المرحلة دي. انا استخدمت بيضة، وبعدين هنبتدي بقى نقلبها. وده البقسماط اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف. طبعا حلو جدا، طبعا البقسماط بتاعي متبل ومتبهر وكله تمام. بعد كده هجيب بقى البطاطس بتاعتي دي، انا حطيتها في التلاجة شوية تتماسك، يعني ساعة كده ولا حاجة. هننزل بيها بقى في البيض، وبعد كده ننزل بيها في الفيجيتار بتاعي والبقسماط بالشكل ده كده. ممكن عايزين تحطوا دقيق الاول، ممكن نغلفها بالدقيق الاول وبعدين البيض والبقسماط، الثلاث حاجات اللي احنا متعودين عليهم. بس انا يعني قلت اكتفيت بالبيض والبقسماط بس. وهناخد برضو نفس النتيجة. وبعد كده بقى في حلة على النار نحط بقى كمية زيت كده. وبعدين نسيبها بقى تسخن كويس. انا بسيب انا طبعا البطاطس بتاعتك يعني انا كنت حاطاها في الفريزر، فهنحس ان هي متجمده شويه، او هي مش متجمده، ساقعه شويه، فما ننزلش بقى في الزيت مره واحده عشان ما تفكش معانا. ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي عشان تطلعوا حاجه مظبوطه جدا، ولا هي فكه ولا حاجه. سيب الزيت يسخن شويه، وفي نفس الوقت البطاطس بتاعتي ما نحطش كميه، انا حطيت 4 بس او 5، مش هنزود عن كده. ونبتدي نقلبهم لحد ما ياخدوا اللون الجميل ده. شايفين طلع معايا متماسكه، ما فكتش معايا، وفي نفس الوقت مقرمشه وطعمها حلو جدا. وبعد ما بقى بنحطها على النار كده وتبتدي تتحمر شويه، ممكن نهدي النار نخليها متوسطه كده شويه ونهديها عشان تاخد القرمشه الجميله دي وتستوي براحتها من جوه ومن بره. شايفين بقى الجمال؟ قدمتها بقى على البقدونس كده، ومع شوية تزيين للطبق. وممكن نقدمها بقى مع كاتشب، طحينة، اي حاجة بتحبوها معاها، اي صوص بتحبوه معاها، هيليق جدا معاها، طعمها حلو قوي وبجد يعني خطيرة. ولو انتوا كمان عايزين تحشوها ممكن نحط فيها جواها جبنة شيدر، يعني نقطع الجبنة الشيدر كده ونحطها جواها، ومفيش اي مشكلة. احشوها بأي حاجة تحبوها، بس المهم الأساس عندكم موجود ومظبوط جدا. جربوها بقى وقولوا رأيكم. ما تنسوش بقى لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ونضغط اعجاب. والسلام عليكم.